كل شيء الحمد لله والاتحاد. انا شخصيا فور اعلان على التعاقد مع بنزيما فكنت كنتسنى كنقول على ان مساله وقت يبدا اول خلاف بين عبد الرزاق حمد الله يا بين النادي يا بين واحد من الافراد ولا من اللاعبين ولا كذلك من الجهاز الفني، وهذا الشيء ماشي غير حيت سنا بنزيما مع الاتحاد ولكن على شنو جا مع بنزيما اللي تماما حو الرقم السعود اللي كان اللي هو الرقم الاساسي ديال عبد الرزاق حمد الله في الاتحاد، اللي نذكر لانه كان الهداف ديال هذا الفريق السنه الماضيه، سجل 21 هدف في دوري روشن واللي توج معاهم بالبطوله ديال السعوديه وكذلك بكاس السوبر السعودي. القصه وما فيها واللي غادي يكون تقريبا كلشي عارف هذه القضيه، لان في البطوله العربيه كان غياب وعدم مشاركه وكذلك عدم اشراك عبد الرزاق حمد الله ولا تسجيله كامل في المباراه بطريقه مفاجئه، حيث انه كان ديجا كيدرب وشارك مع بنزيما ولعب معاه مباريات وكان واضح الانسجام بين هاد جوج اللاعبين. خاصنا نعرفوا على ان لا سورس الموثوقه الوحيده اللي غادي نبازيو عليها من غير الصحافه، لانه كانت مجموعه من التاويلات وكانت مجموعه من لي سيناريو تقالوا وشي كيشرق وشي كيغرب، ولكن لا سورس الاساسي المدرب ديالو نونو سانتو اللي خرج من بعد هذه المباراه وقال على ان القضيه ديال حمد الله فهو شان داخلي وسوف يتم حل الامر مع الامناء ديال النادي وغيبقى هذا المشكل هذا بين النادي وبين اللاعب، ولكن ما غادي يشدوا حتى شي واحد الا بغى يمشي. دونك من هنا يخرجوا تاويلات على ان عبد الرزاق حمد الله قال بغى يمشي النادي من هذا الميركاتو الصيفي. علاش؟ حيت ماشي غير شي واحد كيجي وكيمشي. الاسباب اللي تم طرحها هو ان تحيد ليه الرقم ديالو رقم 9 تعطى بنزيما في حين على انه بدا كيلعب برقم 99. الحاجه ديال هذه النقطه هذه خصنا نعرفوا على ان اي نادي كيجيب شي لاعب كيعطيه النمره اللي غادي يلعب بها، والغريب في الامر على ان فاش بان عبد الرزاق حمد الله برقم 99 وديجا لعب بهذا الرقم هذا فكلشي كان كيقول دونك ما كاين حتى شي مشكل، وعلى ان عبد الرزاق حمد الله استجاب للطلب وما دار حتى شي رياكسيون وما دافعش على الحق ديالو باش يبقى ليه الرقم ديالو، على ان يقدر يكون كان اتفاق بين الاداره وبين اللاعب نظرا للقيمه ديال اللاعب بنزيما الفرنسي اللي جا خصوصا عارفين على ان السعوديه فعندها المهمه باش يجيبوا الماكسيموم ديال لي ستار يعطيو ولا باش يزيدوا الدوري ديالهم القدام. حاجه بالنسبه لي اللي كتبان ليا شويه بيزار هي الا كان مشكل ديال رقم 9 علاش نهار الاول عبد الرزاق حمد الله عنده حتى شي رد فعل ولعب بهذا الرقم مجموعه من المباريات. الحاجه الثانيه اللي هضروا فيها هو قال لك حقا خاصني نبقى نضرب البينالتيات وهذا كان شرط من الشروط، ولكن عاوتاني كنقول على ان هادشي فقط تاويلات من الصحافه اللي قراب من النادي، ولكن حتى شي حاجه ما اوفيسيال، حيت الوحيدين اللي كيعرفوا شنو واقع سي المدرب سانتو اللاعب وكذلك الاداره. هاد الثلاثه ديال لي زاكتور هما اللي عارفين اشنو كاين وشنو هو السبب اساسي. هو يقدر يكون على ان السبب فعلا واحد من هاد الاسباب، ولكن خصوصا كتعلق بالرقم 9 للنادي، ولكن عاوتاني كنقول على ان كان خاص تكون لا رياكسيون من النهار الاول ماشي حتى من بعدو. وانا شخصيا الحاجه اللي كتبان ليا لوجيك في هادشي سي كو من غير على ان رقم 9 اللي صراحه ما شي واحد ما يبغي على انه يتحيد لي الرقم ديالو من بعد استقطاب نجم من نجوم كره القدم العالميه، واخا هو نجم ولكن حسن انت راك نجم الفريق واللي عطيتي بزاف، ولكن كيقولك على ان الحاجه الاساسيه هو كتبان في تغيير ديال نظام اللعب ديال فريق اتحاد جده، حيت مع انهم كيستقطبوا بزاف من اللاعبين العالميين، جابوا بنزيما جابوا كانتي جابوا فابينيو وباقي مشكل في قلب الدفاع الاصابه ديال حجازي المدرب ديال الاتحاد، ففريمون عادي على انه غادي يلعب شويه بالتشكيله اللي بالخطه اللي غادي يلعب، واش غادي يعتمد على مهاجم واحد ولا على جوج مهاجمين، وهذه اللي شي حاجه عادي بزاف في كره القدم خصوصا بعد ضخ دماء جديده، وهذه هي الحاجه اللي ما بغاش عبد الرزاق حمد الله بنزيما كالمهاجم الاول للفريق وما بغاش يجلس في البونطوش ويكون هو المهاجم الثاني للفريق ديال بنزيما. وكنظن على هذه تقدر تكون الاقرب من غير النمره 9 اللي كتكون الاقرب للتمرد. الا اختار لعب مهاجم واحد فما غاديش تجيب بنزيما وغادي تجلس والله عبد الرزاق حمد الله هو لا ستار د ليكيب، ولكن هذه هي العقليه العربيه، ما يمكنش تانفيستي بلاعب بحال بنزيما تجيبو، وخصوصا على ان الاستقطاب ديال هاد النجوم فهو عنده دلالات سياسيه كثر، خصوصا نهوض ولا لتلميع اسم البلاد السعوديه على المستوى العالمي عن طريق كره القدم وكذلك السياحه وزيد. ولكن الحاجه اللي بان على ان في المباراه اللي سقطوا فيها ضد الهلال في ظل غياب الحمد لله وتم الاقصاء، خصوصا بعد التناغم اللي بين هذا الثنائي هذا في مباريات سابقه، عطاه لاسيست الاخر رجع له لاسيست هدف،
دونك بانت على ان كاين مستقبل لهاد الثنائي كثنائي الهجوم في الاتحاد اللي يقدر يكون ثنائي الرعب في هاد ليكيب هادي. والخساره ديال الاتحاد ما زادت غير على ان الجمهور يضغط على المطالبه بعوده عبد الرزاق حمد الله وحل الخلاف، وداكشي اللي كان خرجوا تقارير وكانت عوده ديال عبد الرزاق حمد الله للتدريب. ولكن الحاجه اللي باينه في التدريب سيكون لابس تقشيره فيها الرقم 9، دونك مازال ما عارفينش اشنو واقع بالضبط، واش غادي يبقى ب 99 ولا ب9. دونك هادشي غادي يبان لنا في المباريات الجايه. ومزيان الواحد على ان الواحد يعطي القيمه لراسو كلاعب وسط النجوم، حيت غادي يولي الدوري السعودي دوري صعيب بالنجوم ديالو، لكن باش تسطع النجم ديالك وسط هاد النجوم كاملين، خصوصا انت عندك الاكسبيريونس في الدوري السعودي، دونك خاصك تحافظ على المكانه ديالك وتبان اكثر وسط هاد النجوم. دونك اخر ما كان فقالك جلس المدرب مع عبد الرزاق الحمد الله وتم حل الخلاف ورجع للتدريب. ولكن انا شخصيا عجبني الصمود ديال عبد الرزاق حمد الله واللي كيدافع على المصلحه ديالو في الفريق. كاين الحاجه اللي خاصنا نعرفوا، انا شخصيا كيبان لي هذا حل الخلاف مؤقت، خصوصا بالنسبه للشطر الاول من البطوله، حيت مش الا كان فعلا الخلاف في طريقه اللعب ما يمكنش المدرب بكاع هاد الاسماء الجديده غادي يقول لي حمد الله الا بغيت تلعب وغادي تلعب، خصوصا ان عندك كاس العالم للانديه، عندك كاس اسيا، عندك الدوري بالنجوم ديالو، ما يمكنش تفرض على المدرب على انك تلعب نتايا. دونك غادي يكونوا مباريات هو غادي يكون احتياطي، يقدروا يكونوا مباريات بنزيما يكونوا احتياطي، يقدروا يكونوا مباريات هما بجوج رسميين، هذه بديهيه. دونك رغم طي الخلاف اللي كيجيني انا طي الخلاف مؤقت، باقي حلقه واحده اخرى وباقي ايبيزود واحد اخرى من الفيلم ديال حمد الله مع الاتحاد. هادشي اللي بان ليا والله اعلم. نتوما شنو بان لكم في هادشي؟ واش كتعتقدوا على ان فعلا تم طي الخلاف بين حمد الله وبين نادي الاتحاد ولا لا؟ هادشي اللي كان بالنسبه للحلقه ديال اليوم. اما دابا نقول لكم سلامه.